أشرف طلفاح، الفنان الأردني الذي تعرض لاعتداء وحشي داخل شقته بالقاهرة أدى لوفاته، ليبقى رحيله لغزاً يجمع بين الألم الجسدي وغموض الدوافع. ذكرى انطفأ صوتها الطربي ب21 رصاصة أطلقها زوجها في ليلة شتاء قاهرية في مجزرة غامضة انتهت بانتحار الجاني، وأغلقت معها أسراراً لم تكشف. سوزان تميم ذبحت في دبي بتحريض من رجل أعمال متنفذ، لتتحول قصتها من أضواء نجومية إلى قضية سياسية وجنائية كشفت كواليس تقاطع المال بالسلطة. فاتن فريد مطربة اللي تعبنا سنين في هواه، التي قتلتها يد الغدر بطعنات سكين داخل منزلها، والسبب انتقام موظف من زوجها بدم بارد. أسمهان غرقت سيارتها في ترعة بشكل مفاجئ أثناء توجهها لتصوير فيلمها الأخير، لتموت أميرة الجبل في حادثة اتهم فيها الكثيرون أجهزة المخابرات الدولية. ياسين بقوش فنان الكوميديا السورية الذي لم تشفع له ضحكات الجماهير، فقتلت براءته بقذيفة RPG استهدفت سيارته بدم بارد وسط دمشق. وداد حمدي خدعت بطيبة قلبها حين فتحت بابها لريجيسير طعنها غدراً من أجل بضعة جنيهات لتنهي حياتها ضحية جشع إنسان لم يرحم كبرها. فنانين قتلوا بدم بارد. الفنانة الراحلة وردة الجزائرية أوصت بشيء غير تقليدي، حيث طلبت من الكاتب محمود معروف أن يتفرغ لكتابة مسلسل عن قصة حياتها، واشترطت أن تقدمه المطربة أنغام أو آمال ماهر، لأنها كانت شديدة الإعجاب بصوتهما. بعد أن اشتد المرض على الفنانة ليلى مراد، طلبت من عائلتها ألا ينتشر خبر وفاتها قبل دفنها، كما أوصت بأن يصلى عليها في مسجد السيدة نفيسة، وألا يصلي عليها أحد من الغرباء، وهو ما نفذ بالفعل. كوكب الشرق أم كلثوم أوصت بأن ميراثها الفني يعود للشعب وتركتها الخاصة يشترك فيها 11 شخصاً، منهم زوجها الدكتور حسن الحفناوي، وأولاد شقيقها الشيخ خالد، وشقيقتها سيدة، كوميديان الضحك الشهير الفنان سعيد صالح أوصى زوجته وابنته قبل وفاته بأن يدفن في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية. وتوفى سعيد صالح في الأول من أغسطس عام 2014. أشهر الفنانين هشام سليم بدأ التدخين في سن مبكرة، مما أدى لتدمير رئته وإصابته بالسرطان الذي أودى بحياته عام 2022. زبيدة ثروت صرحت في لقائها الأخير قبل وفاتها عام 2016 بأن التدخين كان العدو اللدود الذي دمر رئتها وأصابها بالسرطان، وناشدت الشباب بالابتعاد عنه. أحمد زكي توفي عام 2005 بعد صراع مع سرطان الرئة، حيث كان مدخناً شرهاً، وانتشر المرض قبل وفاته ليصل إلى الكبد والغدد الليمفاوية. معالي زايد توفيت عام 2014 بعد صراع مع سرطان الرئة الذي نتج عن شراهتها في التدخين، مما أدى لفشل تنفسي حاد. نور الشريف عانى من آلام شديدة في الرئة وصعوبة في التنفس نتيجة التدخين، مما أدى لوفاته في عام 2015 بعد تدهور حالته الصحية. خالد صالح أجرى عملية قلب مفتوح نتيجة مشاكل في القلب والشرايين تفاقمت بسبب تدخينه المستمر. طلعت زكريا عانى من مشاكل صحية حادة في الرئة والجهاز التنفسي نتيجة التدخين الشره. القاتل الصامت أطفأ شموع أشهر الفنانين. والله العظيم هو قال لك انت حماده هلال. هو ما اعرفش جابها ازاي، انا كنت ناسي ان انا عندي جد اسمه هلال. انت محمد عبد الفتاح. محمد عبد الفتاح عبد العزيز مصطفى محمد هلال. هو شاف الاسم ده في الاخر قال لي احنا حماده هلال. قلت له هلال؟ ده انا ابويا بيقولوا لي دايما عبد الفتاح هلال. طب انت انا كنت دايما بيقولوا لي في المنطقه حماده الخواجه.
الخواجه. كان عشان كانت شكلي كده شعري. الله عليك بقى، ده خبر بقى الصحافه العالميه لازم تنقله. كانوا مسميني الخواجه. حلوه دي. فكان شعري عارف انت فلفل كده والحركه زي الاجانب كده. فجأة قلت له هلال وحماده. انا كان نفسي بالامانه يبقى اسمي محمد هلال. فقال لي لا انت على شكلك وسنك انت 14 سنه فعايزين حماده. فقلت له طب لما اكبر اقول الحاج حماده ازاي مش عارف الحاجات دي. قلت له طب اهو دلوقتي اهو بس خلاص بقى دلوقتي ما تقدرش